بالمناسبة وأنا خارج من الطواف بعد ما أديت الطواف ومن جوار الكعبة المشرفة، أحب أوجهها لوزير الإسكان. وزير الإسكان، أول شيء بسألك 250 مليار قدمت من الملك عبد الله رحمة الله عليه قبل وفاته، ثم قدم الملك سلمان الله يحفظه 20 مليار على 250، أصبح عندك 270 مليار. طيب ايش اللي معطل الوضع لحد الان في هذا مشكله الاسكان في المملكه العربيه السعوديه اللي اصبحت معجزه؟ طلبت رسوم على اراضي ومشيت الرسوم على الاراضي حسب ما سمعنا وحسب ما نفذ، هل هو نفذ او ما نفذ هذا شيء عندكم انتم. مجلس الوزراء يدرس لك قرارات وانظمه ويرفعها لك، وانت ترفع لمجلس الوزراء ونفس الطريقه هم يرفعون لك. الان انا ناشدك ومجلس الشورى كمان، إضافة أنه قاعد يناشدك في هذا الوضع اللي أنت سويته. الآن من جوار الكعبة المشرفة أناشدك يا معالي الوزير أن تنقذ أبناء الوطن. أبناء الوطن يعيشون مرحلة سيئة بأسباب الإسكان وبأسباب الإيجارات، وأنت كنت تعرف هذا الشيء من زمان قبل أن تصبح وزير، فيا ليت أن تتم المعالجة بأقصى سرعة. أما قضية تحول عيالنا للبنوك وتسلم رقابهم للبنوك، أنا ناشدك باسم الشباب وأبناء الوطن أن تعيد النظر في القرار أنت وأعضائك وأعضاء مجلس الإدارة عندك في الإسكان. ملينا الصبر يا رجل، نبغى نزوج عيالنا يا رجل، كل واحد يتعذر، عيالنا عندهم رواتب صحيح 8000 و9000 لكن لا يؤمن سكنه. كيف تبغى نسوي معاهم يا رجل؟ أصبح السكن جزء في مرحلة حياة الشاب حتى يتمكن من إكمال دينه، وهذا معاناة كثيرة تعانيه كل الأسر في المجتمع السعودي. اللي يقول لك ما يعني هذا ما هو صادق، إلا ما رحم الله من بعض البشر اللي الله معطيهم خير. لكن أنت عارف النسبة العظمى السكن قديش؟ 2 مليون أو 3 مليون محتاجين سكن في المملكة العربية السعودية. 270 مليار عندك يا معالي الوزير، بإمكانك تصنع منها مدن ودول كمان. فرجاء